صباح الخير يا حلوين. عارفين بكرة في عيد مين مهم عندنا؟ عيد الأم يا مس. يوه، وانا لازم اجيب هدية؟ انا مش هجيب عشان زعلان من ماما. وانا كمان مش هجيب عشان ماما بتزعلني دايما وبتحرمني من الموبايل لما ببقى عايزه طول اليوم. وانا كمان مش هجيب هدية. ماما اهم حاجة عندها الاكل، لازم تاكلني واخلص اكلي كله. انا بقى مش بحب الحفلات علشان الناس بيزعلوا مني عشان مش بقعد ساكتة، فمش هجيب الهدية عشان مش هروح الحفلة. ماما بتقولي ذاكري انا مش هجيب هدية، انا زعلانة وزهقت من المذاكرة. ليه بتقولوا كده؟ الهدية مش لازم تكون حاجة كبيرة، الهدية دي ممكن تكون حاجة بتتحس هتفرح بيها اكتر. وبعدين ازاي نزعل من ماما؟ دي ماما اجمل حاجة في دنيتنا. برافو عليكي يا ليلى. ازاي اصلا نزعل من ماما وازاي تقولوا الكلام ده؟ لا انا هجيب هدية عشان ماما حبيبتي، اغلى حاجة عندي دي في الدنيا دي كلها، بتتعب وتعمل عشاني حاجات كتيرة قوي. انا عايزة اجيب هدية بس مش عارفة اجيب ايه. ماما عندها كل حاجة، لما اجيب هدية ماما مش هتفرح بيها. بس تمام، ما انكم مختلفين في الرأي، ايه رأيكم نجيب ماما بكرة في عيد الام ونعمل محاكمة نشوف هي مظلومة ولا تقصد تزعلكم؟ فكرة حلوة. بعد اذنك يا مس، انا هعمل دور حاجب المحكمة. تمام يا سيف. وانت يا عادل مالك ساكت ليه؟ مش بتقول رأيك زي اصحابك؟ انا ساكت علشان اولا مش عاجبني كلام اصحابي اللي بيقولوه كل واحد عن مامته. ثانيا انا كتبت اغنية ولحنتها علشان نقولها بكرة انا واصحابي في عيد الام. برافو. تمام. ايه رأيك انت تكون القاضي وتحكم بينهم في اخر الجلسة تغنوا الاغنية؟ موافق. احنا هنتدرب اخر اليوم علشان نقدمها بكرة. حلو جدا. موافقين يا حلوين؟ تمام يا مس، موافقين. النهاردة في يوم عيد الأم هتكون أغرب محكمة في الدنيا، وهتكون اسمها محكمة الحب. باسم الحب والحنان نفتتح جلستنا اليوم. مين اللي هيبدأ؟ أنا يا سيادة القاضي. ماما بتصحيني بدري جدا للمدرسة ومش بتخليني أسهر بالليل، ولازم أروح المدرسة. يعني هستفاد إيه لما أروح المدرسة كل يوم؟ يا ماما ممكن تردي وتدافع عن كل أم؟ تمام يا آدم، المدرسة مهمة طبعا، ولازم تنام بدري عشان ما تنامش وسط صحابك، عشان تبقى حاجة جميلة تنفع بلدك. وانا كمان ماما بتمنعني من الموبايل وبتحرمني منه، شكلها خايفة على الموبايل لحسن يبوظ مني فبتاخده مني. يا كريم، ماما بتحبك وبتخاف على عينيك، مش زي ما انت فاكر، وعينيك اغلى من اي موبايل. وانا ماما دايما تقولي لازم تخلص اكلك كله، عايزة اللانش بوكس يرجع فاضي. الفاكهة والخضار والمية مهمين ليك وانا مش بحب اكل. يا يوسف يا حبيبي، الاكل مهم طبعا، وخصوصا الخضار والفاكهة والمية، عشان انت جسمك بيتبني وعشان تكبر من غير امراض. وانا ماما بتقولي بقى ذاكري وانا نفسي العب. يا مريم، اللعب حلو بس النجاح احلى، وكل حاجة ليها وقتها، اللعب ليه وقته والمذاكرة ليه وقتها. ماما دايما بتقولي رتبي اوضتك، رتبي العابك، وخليكي هاديه واسمعي كلام، ومتضربيش صحابك ولا تضايقيهم. يا فريده، ماما بتحبك وعايزاكي تتعلمي النظام عشان لما تكبري كل حاجه تبقى سهله، ولو بقيتي هاديه كل اللي حواليك هيحبك. انا كل ما اجيب لماما هديه تقولي انا عندي كل حاجه وانتي هديتي يا حبيبتي. يا سلمى يا حبيبتي، ماما ما تقصدش ان هي تزعلك، بس انت اغلى هدية عندها. كده في حد عنده كلام تاني؟ طيب تمام، نسمع كلام الشهود. الشاهد الاول، شاهد الوقت فليتفضل. انا الوقت، ودايما ما لازم كل انسان في الدنيا، لان من غيري الحياة كلها هتبوظ. اتفضل قدم شهادتك.
أنا بشهد إن الأم ما عندهاش وقت لنفسها، وكل وقتها بيكون في تحضير الأكل وتجهيز أولادها للمدرسة، وبتراجع معاهم الواجبات والمذاكرة لما بيرجعوا، ده غير باقي شغل البيت اللي ما بيخلصش أبدا، وممكن ما تنامش عشان كل الحاجات دي تبقى مظبوطة وما تأثرش فيها. ايه ده؟ يعني ماما مش بتقعد ترتاح خالص؟ ترتاح بس اما تلاقيكوا فرحانين يا كريم. عندك أقوال تاني؟ لا كده تمام. نادي على الشاهد التاني. الشاهد التاني شاهد التعب، فليتفضل. أنا التعب، وأشهد إني ساكن مع كلهم، لكن الأم عمرها ما بتقول أنا تعبانة، وبتتحمل الألم عشان تقدر تكفي كل طلبات أسرتها حتى لو هي فعلا تعبانة. أيوة، بتقول أنا كويس علشان محدش فيكم يحس إنه السبب في تعبها. احنا كنا فاكرين ان ماما بتشدد علينا وخلاص، لكن طلعت بتحبنا حب كبير قوي واحنا مش عارفينه، حب من غير مقابل واحنا كنا متضايقين، حب بيضحي وانتوا مش حاسين. الأم حابة تتكلم وتضيف حاجة؟ لا يا سيادة القاضي. إذن حكمت المحكمة حضوريا على الأم بأنها بريئة من كل التهم اللي انتوا كنتوا بتقولوها عليه، وبكده عرفتوا ان الام مش محتاجة ذهب ولا هدايا، هي بس بتحتاج حضن صغير وطعم حب، واننا نكون شاطرين. احنا اسفين وعايزين نقول لماما ولكل ام في الدنيا اننا بنحبك، ومش هنعمل حاجة تضايقك ابدا، وهنسمع كلامك بحب. واخر حاجة، كل سنة وانتي طيبة يا ماما. انتم اجمل هدية في حياتي. يلا نغني الأغنية اللي تعبر عن حبكم لماما. أمي يا حضن الأمان، ربنا يخليكي ليا، بتدينا الحب دايما، طول عمرك تسقي الحنية. كل سنة وانتي معانا يا أجمل قلب في الدنيا. أمي يا حب كبير، يا نعمة من ربنا ليا. لو يوم تعبناكي أو نسينا بتسامحينا وتدعي لينا، انتي النور في كل خطوة، بنعدي بيكي بر الأمان. كل سنة وانتي معانا يا أجمل قلب في الدنيا. أمي يا حب كبير، يا نعمة من ربنا ليا. أمي يا زهرة حياتنا، بنشكرك يا حبيبتنا، يا حكاية عمرنا الجميلة، يا قدوة دايما لحياتنا. كل سنة وانتي معانا يا أجمل قلب في الدنيا. أمي يا حب كبير، يا نعمة من ربنا ليا. وبكده انتهت محكمة الحب بحكم واحد، إن الأم أعظم نعمة في الدنيا. رفعت الجلسة. هي